السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. كلامنا النهاردة عن موضوع مهم جدا ودقيق جدا، هو موضوع الغيرة. كتير ممكن نيجي نقول الأمهات مثلا إن الولد ده هو غيران من أخوه، تقول لنا بس ده بيحبه. أو نيجي نقول مثلا البنت دي بتعمل كذا لأنها غيرانة من صاحبتها أو غيرانة من أختها، نقول سبحان الله مع إنها بتحبها جدا. مبدئيا كده الغيرة لا تتعارض مع الحب. ايه هي الغيرة اصلا؟ الغيرة هي مجرد شعور. الشعور ده مش هقدر اقول ان هو شعور سلبي او شعور ايجابي، لكن طريقتك في التعامل معاه هي اللي ممكن تكون سلبية او ممكن تكون ايجابية. لكن هو مجرد شعور بيعدي علينا كلنا بلا استثناء في كل مراحل عمرنا. يعني ايه اصلا غيران؟ غيران دي معناها ان انا شفت حاجة عند حد، شفت فرصة ما، فرصة مادية او فرصة معنوية، حد محقق حاجة مادية او حد بيمتلك حاجة معنوية، انا بتمنى اني امتلك الشيء ده انا كمان. ممكن يكون الشخص دوت ناجح جدا ومؤثر والبيزنس بتاعه بيكبر وبيعمل حاجات كويسة وشغوف بالشغل بتاعه، فانا ابقى غيران منه، انا كمان عاوز ان ده يحصل لي. ممكن يكون الشخص ده بيمتلك امكانيات مادية عالية جدا، فانا عايز انا كمان امتلك الامكانيات دي. ممكن يكون الشخص ده محبوب وعنده عيلة محبة وعيلة داعمة، فانا كنت بتمنى ان انا كمان يكون عندي نفس العيلة ونفس الدعم. طيب ازاي اتعامل مع الغيرة بحيث ان انا استفيد منها وتبقى شعور ايجابي واقدر اخد المميزات اللي فيها؟ اول حاجة هفهم ان هي مش شعور سلبي وانها لا تتعارض مع الحب. تاني حاجة، الغيرة دي يا جماعة هي بوصلة. بوصلة يعني ايه؟ الغيرة دي هي الحاجة اللي بتشاور لي على الشيء اللي مهم بالنسبة لي واللي انا بحتاجه. بمعنى انا ممكن اشوف حد مثلا معاه فلوس كتير واغير منه، واشوف حد تاني ناجح في علاقاته وما غيرش منه. هل ده معناه ان اللي بيغير من الفلوس يبقى هو اللي وحش، او اللي ما بيغيرش هو اللي حلو، او كذا او كذا؟ خالص. معنى ان انا غيرت من الشيء معناه ان في مؤشر جوايا بيشاور لي وبيقول لي انت نفسك في الحاجة دي، اجتهد عشان تقدر تحققها. معنى ان انا مش غيران من الحاجة التانية معناه ان الحاجة التانية دي مش في اولوياتي قوي، او عندي حاجات تانية مهمة اكتر واكتر. لذلك كل حد مننا بيغير من حاجات مختلفة تماما عن التاني، لان كل حد المؤشر بتاعه او البوصلة الداخلية بتاعته بتشير لحاجة مش شرط انها تبقى للتاني. فركز، ايه الحاجة اللي انت بتغير منها؟ الحاجة اللي انت بتغير منها دي هي دي الحاجة اللي انت نفسك تحققها او نفسك ان انت تشعر بيها. دي اول حاجة. الحاجة التانية، خليك عارف ان كل حاجة انت بتغير منها معناه انك تمتلك القدرة على انك تحققها، لكنك مش مفعل القدرة دي. يعني لو انا امكانياتي المادية قليلة وبغير او بتمنى ان يكون امكانياتي المادية اعلى او اكون زي فلان او كذا، ده معناه اني اقدر اكون بالفعل امكانياتي المادية اعلى، لكن انا لسه مش مفعل كل المواهب بتاعتي وكل الهدايا اللي ربنا اداهالي وكل الامكانيات اللي ربنا اداهالي اللي هتمكنني من اني اوصل لحاجة زي كده. طب ما انا دلوقتي ممكن اكون مثلا في عيلة مش محبة او مش داعمة، وبشوف حد تاني عيلته محبة وعيلته داعمة وبغير منه. ده معناه ان انا قادر انا كمان يبقى عندي عيلة محبة وداعمة، بس انا مش مفعل ده. يعني هعمل ايه؟ هل هغير الناس دي؟ لا. مصدر كل المشاعر هو داخلي مش خارجي. انت كل اللي انت غيران منه مش العيلة المحبة، انت نفسك في شعور الدعم ونفسك في شعور الحب. هو انا ممكن احصل عليهم بعيد عن الناس اللي حواليا؟ يعني ممكن احس بده مع نفسي كده. تقدر تحس بده مع نفسك لو انت تشافيت من الجروح العاطفية بتاعتك، وده متكلمين عنه بالتفصيل في كورس رحلة شفاء. طيب بعد دلوقتي ما عرفت ان الغيرة لا تتعارض مع الحب، وعرفت ان انا عندي امكانية اني اقدر احقق الشيء ده، اعمل ايه؟ ابارك يا جماعة، ابارك وامتن للشيء. يعني ايه يا جماعة ابارك الشيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ان انت لما تشوف حاجة عند اخوك تعجبك ادعي له بالبركة. يعني يا اما حاجة من الاتنين، يا اما انا هدعي ربنا انه يبارك للشخص ده في الشيء الجميل اللي عنده اللي انا بتمنى ان يبقى عندي زيه، في الحالة دي الملائكة هتقول لك ولك بالمثل. يا اما ان انا امتن للشيء نفسه، يعني بنظر للشيء والجماله والابداع ربنا فيه. يعني انا دلوقتي مثلا شفت حد عنده عربية حلوة قوي وحسيت ان انا غيران ونفسي في عربية زي دي، يا اما بدعي له ان ربنا يبارك له فيها، يا اما انا بفضل انظر لجمالها واقول يا الله ده انت يعني ازاي وهبتنا العقل الجبار والفكر القوي جدا اللي خلتنا نقدر نصنع آلة زي كده. قد ايه اللي صنعها كان عنده علم وكان عنده ذوق وكان عنده فن عشان تطلع بالشكل الجميل ده. قد ايه ان دلوقتي بقى فيه تقدم وبقى فيه تطور وبقى فيه سهولة نقل ان العربية دي تتنقل مثلا من البلد بتاعتها من بلد المنشأ لحد هنا. قد ايه ان دلوقتي الدنيا بقت افضل او بقت ايسر او بقت كذا او كذا. انظر لجمال الشيء، انظر لجمال الشيء نفسه واركز فيه. طب انا دلوقتي استفدت ايه لما عملت كده؟ لو انت دعيت كده كده الملائكة بتقولك ولك بالمثل لما بتدعي لحد بحاجة جميلة او حاجة ايجابية. طيب لما انا دلوقتي بدعي بالبركة
وبمتن للشيء ده وبسيبني بقى من الاشخاص ومن كل الحاجات اللي موجودة، وبركز قد ايه ان الشعور ده جميل، ان الشخص اللي حاسس بالحب او الدعم ده، ان يا رب قد ايه انت خلقت في الكون حاجة جميلة اسمها حب وحاجة جميلة اسمها دعم. اما بركز في الشيء ده طاقة الشيء ده بتبقى عندي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انت بتفكر في موقف قديم والموقف ده مزعلك، الموقف ده هيفضل مأثر فيك ومضايقك، لانك كده اتصلت بالموقف ده، بقى في رابط بينك وبينه، فهتحس انك متضايق لان طاقة الموقف القديم ده بقت موجودة عندك. طب لو انا بفكر في حاجة حلوة وفي حاجة مبهجة وبحس ان انا فرحان، لان طاقة الشيء المبهج ده بقت عندي. اذا لما انا بدعي بالبركة او بأبارك الشيء ده وامتن ليه، طاقة الشيء ده بقت عندي. بعدها بفتح قلبي وبستقبل إلهامات هتجيلي من ربنا ان ازاي احقق الشيء ده، وامشي بالتدرج، لاني بحترم القانون اللي ربنا خلقه في الكون اللي هو قانون التدرج، وامشي بالتدرج وانا عندي يقين وعندي ايمان ان الشيء اللي انا عاوزه ده هيتحقق. طيب في ناس بتقول والله انا ما بغيرش خالص، عمري 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 ما بغير ابدا. انا اصلا ما بغيرش. انا اصلا ما بتغيرش، ده بيبقى معناه حاجة من الاتنين: يا اما انت شخص شديد الغيرة جدا 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 وبتنكر الشعور ده على نفسك وبتقول لا انا ما بغيرش، علشان انت معتقد ان الغيرة شعور سلبي، فما ينفعش ان انا اغير من اختي، ما ينفعش ان انا اغير من اخويا، ما ينفعش اغير من صديقي من صديقتي، فانت بتنكر الشعور ده على نفسك. يا اما الحاجة التانية ان الشخص ده ممكن يكون فعلا ما بيغيرش. ازاي بقى؟ ان هو حاسس انه ضعيف، وحاسس بالدونية، وحاسس بضعف تقدير الذات جدا جدا جدا، لدرجة ان هو ما عندوش اصلا فكرة انه ينفع ويستحق انه يبقى زي الناس دي ويقدر يحصل على الشيء الجميل ده المادي او المعنوي. فكلنا بنحس بالغيرة، كلنا بنغير. الغيرة يا جماعة هي مجرد بوصلة، وخلينا مع بعض ندعي ونبارك ونمتن لكل شعور ايجابي ولكل شيء ايجابي بنتمنى ان احنا نحصل عليه.